4 عمليات تصنيع مدهشة. تشكيل الزجاج. الزجاج هو مادة صلبة وشفافة يصعب كسرها أو خدشها بسهولة، ولكن تحت تأثير درجات الحرارة العالية يصبح كتلة كثيفة ومرنة، والتي يمكن أن تعطي مجموعة متنوعة من الأشكال الغريبة. وتتم عملية صنع الأشكال الزجاجية عن طريق معالجة الزجاج المنصهر، وأكثر المواد مصدرا لهذه الأشكال الزجاجية هي حبيبات الزجاج التي يتم تصنيعها من خلال معالجة الزجاج المألوف بشكل عام، حيث تتراوح درجة حرارة ذوبان الزجاج من 300 إلى 2500 درجة مئوية، وتعتمد قيمة درجة الحرارة الدقيقة على التركيب الكيميائي للزجاج، وبعبارة أخرى وجود إضافات مختلفة. ويستخدم في هذه العملية الفرن الخاص لتحويل الزجاج إلى كتلة زجاجية يمكن أن يتغير شكلها بفعل الحرارة، وفي هذه الحالة يتم تسخين تلك المواد المضافة في درجة حرارة تتراوح من 1380 إلى 1400 درجة مئوية، ويتم تسخين المكونات الفردية على نار مفتوحة. وعلى سبيل المثال وجود بعض الزوايا على الفور بعد خروج الزجاج من الفرن، وهذه المعالجة تحتاج إلى العمل بسرعة لأن الزجاج يبرد بسرعة أيضا، ومع كل ثانية يصبح أكثر صلابة. ولإعطاء الزجاج الشكل المطلوب يستخدمون مجموعة متنوعة من الأدوات مثل المقص والملاقط، وبالطبع أشهر أداة هي أنبوب خاص لنفخ الزجاج، وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل خطير جدا، ولذلك فإن العمال يجب عليهم العمل بعناية كبيرة لأن خطر الاحتراق مرتفع كثيرا. والمرحلة النهائية من إنتاج هذه الأشكال الزجاجية الجميلة هي التبريد، ويتم تبريد الشكل النهائي لمدة 10 ساعات تقريبا، ولكن تتم هذه العملية بطريقة خاصة، حيث يتم تسخين الأشكال الزجاجية في درجة الحرارة التي تتراوح من 532 إلى 580 درجة مئوية، ثم يتم تبريده ببطء شديد وبشكل متساو. وإذا تم ذلك الإجراء بسرعة وبشكل غير متساو سوف تسقط تلك الأجزاء المرفقة إلى الشكل النهائي من الزجاج مع مرور الوقت، وهذا سيؤدي إلى انهيار الزجاج من تلقاء نفسه. نقش